السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مين فيكم يا بنات يحب يشوف النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا؟ يجيله كده في الحلم ويقول له حاجة، أو يطبطب عليه، أو يقول له مثلا يحذره من حاجة. مين فيكم يحب كده؟ طبعا كلنا نتمنى نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. النهاردة الفيديو مختلف، بما ان الحمد لله لقيت تفاعل يعني كبير على الفيديوهات اللي بحكي فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فحبيت ان انا اشارككم معايا الرؤى كمان، يعني من الحاجات اللي هي طبعا انا ما بحكيش فيها، بس لما لقيت ان في تفاعل وفي منكم كتير بيحب يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لا، انا مش هستخسر فيكم اي حاجه، وكل حاجه حلوه حصلت معايا او هتحصل معايا ان شاء الله انا هحكيها معاكم، بما ان احنا الحاجات دي بتخلينا ان احنا نتشجع ونزيد في الطاعات ونقرب اكتر من ربنا سبحانه وتعالى. فانا عمري ما هبخل عليكم باي معلومه او باي حاجه حصلت معايا. طبعا انا هحكي لكم على الرؤيه اللي حصلت معايا يا بنات. والرؤيه دي حصلت معايا اول ما شفت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا انا شفته كذا مره والحمد لله رب العالمين، ده من كرم ربنا عليا. اول ما شفته كنت طبعا لسه ما اتجوزتش وكده. فطبعا انا قبلها كان حصل معايا دروب كده، وكان صعب جدا، يعني كان صعب جدا جدا عليا. وطبعا كنت داخلة كده في حالة، يعني مش هقول لكم اكتئاب، ولكن هي كانت حالة حزن. كانت عبارة طبعا عن عياط بقى، ويعني الواحد كان بيبكي أيامها بكاء شديد وكده. فالحمد لله رب العالمين. طبعا الإنسان مبتلى والحمد لله. ولنبلونكم، احنا مخلوقين يعني يعني زي ما بيقولوا كده على ده وعلى ده. فالحمد لله رب العالمين. طبعا انا كنت بصلي زي ما قلت لكم قبل كده، ان انا الحمد لله رب العالمين كنت دايما، يعني انا طول عمري بصلي الحمد لله رب العالمين. بس في الفترة دي يا بنات اللي هو يعني ايه، آه بعد ما الدروب ده حصل لي وكده، او الموضوع ده حصل معايا، فانا ابتديت ولله الحمد ربنا سبحانه وتعالى وجهني بقى يعني اتجاه كده. وده بيبقى من حب يعني من ربنا. يعني لو حصل معاكي كده ده بيبقى حب من ربنا. لما انت يحصل معاكي أزمة شديدة أو حاجة شديدة كده أو ابتلاء شديد حصل معاكي، وفجأة تلاقي نفسك انت اتجهتي لطاعات ربنا، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين هو اللي خلاكي تتجهي الاتجاه ده. يعني أنا دايما بحمد ربنا لما تلاقي نفسك اتجهتي الاتجاه اللي هو اللي على طاعات ربنا، فده فضل من الله. طبعا اتجهت بقى طبعا صلاة قيام الليل، بدأت ان انا خلاص استمر عليها. كنت بروح بقى المساجد وبحضر دروس، كان بيحصل دروس كده في المساجد طبعا. فكنت بحرص دايما ان انا احضرها، مع ان كانت مسافة ما بين البيت يعني وكده، بس كنت بروح وبركب مواصلات وكده، وكنت بروح وبحرص دايما ان انا اروح اصلي جماعة. يعني كنا بنصلي المغرب جماعة وكنا نحضر الدرس والحمد لله رب العالمين. كنت بحرص ايامها برضو ان انا صلاة الجمعة اصليها في المسجد. يعني هو سبحان الله، يعني من الحاجات اللي كنت بحب ان انا اعملها. فالحمد لله استمريت على الوضع ده. بعدها يا بنات والله نمت كده في يوم والحمد لله رب العالمين، وشفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت أول مرة أشوف النبي. وطبعا يعني فضل من ربنا سبحانه وتعالى، ما أقولكوش على الفرحة اللي أنا كنت فيها. أحكي لكم بقى الرؤية. أنا شفت يا بنات كده إن أنا زي في بحر، يعني زي بحر كده كبير قوي، يعني مش زي اللي احنا بنشوفه. وسبحان الله البحر ده زي عليه طبقة تلج خفيفة، يعني كانت طبقة التلج كده عليها خفيفة كده فوق الوش. فأنا كنت واقفة على طبقة التلج دي وكنت بصلي، يعني واقفة على طبقة التلج وكنت بصلي. فبعد كده لقيت
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقف جنبي. صلوا عليه يا بنات كده، وصلوا عليه في الكومنتات، علشان لو لقيت تفاعلكم كده هحكي لكم حاجات كتيرة قوي تشجعكم ونتشجع مع بعض ان شاء الله. فلقيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقف جنبي وبيبص لي وبيضحك. يعني ما اقولكوش يا بنات بقى، يعني سبحان الله على الجمال وعلى النور. وطبعا اللي يشوف الرسول عليه افضل الصلاة والسلام في الرؤية بيكون شايفه حق، لأن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال إن الشيطان لا يتمثل بي، يعني من رآني فقد رآني حقا. فكان جميل جدا، يعني شكله جميل جدا، فيه نور غير طبيعي. وقال لي يعني كلمني وقال لي يعني ايه، حاولي ان انت يعني بمعنى ان ايه، انا اعملي بايدك كده اللي هو يعني ايه، انت اذا عارفين يا بنات زي اللي بيعوم كده وايه، والطبقه الخفيفه ديت هتتشال منك. فابتديت بقى ان انا يعني زي ما يكون ايه، شيلي كده بايديكي التلج ده وهو هيتشال منك. فسبحان الله انا عملت كده ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وابتديت ان انا اعمل بايدي على طبقة التلج، وكانت بتتشال بكل سهولة. وطبعا ال- المنظر الجميل والشكل الجميل بتاع البحر، يعني ما شفتش في جماله، ما شفتش زيه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جميل جدا طبعا، نور نور، يعني الرؤية كانت عبارة عن نور، ولله الحمد من قبل ومن بعد. ودي كانت أول رؤية أشوفها لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. حبيت إن أنا أشارككم وأشجعكم كده معايا، علشان أنا حابة إن أنا أوصل رسالة إن أنتوا تحبوا القرب من ربنا. كلنا الحمد لله فينا حتة خير، بس المفروض ان احنا ننميها. ما تخلوش الدنيا تاخدنا. عيشوا جنة الدنيا، اللي هيعيش جنة الدنيا يا بنات هيعيش جنة الآخرة. أتمنى لو الفيديو كده يكون لمس قلوبكم، شاركوه يا بنات كده مع أصحابكم ومع حبايبكم، وإن شاء الله هشوفكم كده في فيديوهات كتيرة، وهقول لكم على حاجات كتيرة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.